في كتاب مسحور بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش لاقي في كتير. ايه ده؟ احنا فين؟ احنا ايه اللي جابنا هنا يا حاتم؟ ايه دي ياسمين؟ اكيد شايم هو اللي جابنا هنا. شهيام؟ شهيام. شهيام ده هو السبب في كل اللي احنا فيه. ايه دي ياسمين؟ ايه ده؟ انت مش فاهمه حاجه، في حاجات كتير قوي حصلت بعد ما اختفيتي. ايوه يا حاتم، ما هو شهيام ده هو اللي كان خاطفني. ايه دي بس؟ ايه دي؟ فاهميني الاول، انت كنت فين وشفتي ايه؟ مش عارفه انا كنت فين، بس كل اللي اعرفه ان كان في اشخاص تشبه الشهيام ده كانت بتظهر لي من وقت للتاني، وكل ما اسالهم انا فين كانوا بيقولوا لي هتعرفي كل حاجه في الوقت المناسب. لا ثواني بس، شبه شيام ازاي؟ مش عارفه يا حاتم، بس هما مش بني ادمين زينا، ايديهم اكبر مننا، دراعاتهم، اشكالهم، لون بشرتهم، حتى عيونهم كانت مرعبه يا حاتم. طيب ياسمين، حاولي تنسي الشكل اللي كان في دماغك ده، احكي لي بس رجعتي ازاي؟ في واحد منهم قال لي انه هيهربني من هناك عشان احذرك من شهيام، وكمان قال لي عشان نخلص منه لازم نحرق الكتاب. بالراحه بس بالراحه، تحذريني من شهيام ليه؟ انت اصلا ما تعرفيش حصل ايه بعد ما اختفيتي، وما تعرفيش شهيام ده عمل ايه عشان وانقذنا من الموت كام مره، واخرتها كانت المره دي على فكره. وبعدين يعني حتى لو كلامك صح، احنا اصلا ما نعرفش فين مكان الكتاب. ما اعرفش يا حاتم، ما اعرفش، بس لو كلامك صح ليه اللي هربني ده حذرني من شهيام؟ للاسف ما عنديش اجابه. طب وبعدين يا حاتم، هنخلص امتى من الكابوس ده؟ انت السبب يا حاتم، كل ده حصل عشان لعبة تافهة عملتها انت وصاحبك. عندك حق، انا السبب في كل ده، واستاهل كل اللي يجرالي. دخلتك في حوارات ملهاش اول من اخر، ومش بس انتي، ناس كتير قوي ملهاش ذنب. صاحبي الوحيد وعم امين، الراجل اللي بعتبره زي ابويا. مالهم يا حاتم؟ حصل لهم ايه؟ مش قلتلك ان حصل حاجات كتير قوي من بعد ما اختفيتي؟ عم امين اختفى بعدك على طول وما ظهرش لحد دلوقتي، وسردين الناس اللي كانوا بيطاردونا النهارده اختفوه. هو ايه كل ده؟ ومين الناس دي؟ وعايزين مننا ايه؟ معرفش يا ياسمين، معرفش، بس من الواضح ان الناس دي هم نفسهم اللي حاولوا يقتلونا انا وسردينا. ايه؟ يقتلوكم؟ اه، فيلم عربي قديم وبايخ قوي. انا عايزة اطمن على علياء ومش معايا التليفون، ممكن اكلمها من تليفونك؟ اه اكيد، اتفضلي. الو علياء حبيبتي. انت فين يا ياسمين؟ انت كويسة؟ طمنيني عليكي. انا كويسة، ما تقلقيش عليا. انا بلغت البوليس والضابط قال لي انهم لقوا عربيتك عاملة حادثة، وكنت خايفة يكون حصل لك حاجة. الحمد لله يا رب، الحمد لله انك كويسة. الحمد لله، انا كلمتك عشان اطمن عليكي واطمنك عليا. طب انت فين يا ياسمين؟ مش عارفة انا فين بالظبط، بس انا مش عايزاكي تقلقي عليا، وهكلمك تاني عشان اطمن عليكي. خلي بالك من نفسك، ها؟ وانت اصلا خاطري خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبتي، لا اله الا الله، محمد رسول الله. شكرا يا حاتم، الحمد لله اني اطمنت عليها. بتفكر في ايه؟ انا ما بقتش عارف افكر في ايه ولا ايه، الكابوس اللي عايشين فيه ولا الكوابيس اللي بقت ملازماني وكل مادة بتبقى اغرب. بتشوف ايه؟ احكيلي. حلمت زي ما اكون بفتح باب اوضة وبدخل جواها. اوضة كان شكلها غريب، والارض كلها كانت مليانة دم، وكنت سامع صوت زي ما يكون اصوات همس كتير في وداني. مش قادر احدد ايه اللي بيتقال بالظبط، بس الاصوات دي كانت مزعجة جدا.
وبعد كده لقيت زي ما يكون الدم ده كان بيتجمع على شكل بركة في النص، وفجأة طلع من البركة دي جسم غريب ما قدرتش احدد ملامحه. وبعد كده فجأة لقيت الأصوات الهمسة دي سكتت، وسمعت صوت الكائن ده بيقول إنه رجع. كابوس غريب فعلا. وكان في كابوس تاني زي ما يكون كنت في قفص، وواحد شكله غريب واقف في ظهره وماسك في القضبان. وبره القفص ده شفت تقريبا نفس الشخص اللي كان في الكابوس اللي فات، كان بيقتل في كل الناس اللي حواليه وناس كتير بتصرخ وأصوات عالية من كل حتة، زي ما يكونوا بيطلبوا النجدة من الشخص اللي جوه القفص. وهو كان عمال يزعق هيتجنن، عايز يخرج من القفص، عايز يروح ينجدهم، مش عارف. وفجأة حط ايده على ودانه وكأنه بيحاول يهرب من أصوات الصريخ اللي بيسمعها. ولما حطيت ايدي على كتفه عشان احاول اهديه، حسيت احساس غريب. يعني قبل ما المسه كانت الاصوات دي بتزعجني، بس بعد ما لمسته الاصوات دي زي ما يكون بتوجعني، بتقطع فيا، كأني حسيت بالوجع اللي الشخص ده كان حاسس بيه. يعني وكالعادة بصحى وحاسس بكل تفاصيل الكابوس اللي بشوفه ومش بس فاكرها. مستحيل كل اللي انت بتشوفه ده يكون مجرد كوابيس. وليه انت بالذات اللي بتشوف الكوابيس دي؟ اكيد كل ده ليه تفسير. بس انت يا ابني باين عليك انك ابن ناس. الله يخليك يا دوك، وحضرتك كمان راجل طيب قوي. يا ترى انت فين يا حاتم يا ابني؟ ما تخافش يا دوك، ما انا برضو مش هعمل كل الاكشن ده على ما فيش. انا اللي هربت حاتم، وما تقلقش عليه، حاتم جدع واكيد هو كويس دلوقتي. يا ترى يا حاتم هتطلع جدع فعلا وهتدور عليا، ولا هتنساني وتسيب المتوحشين دول ينهشوا في عظمي؟ بتقول ايه يا ابني؟ لا 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 ولا حاجه يا دوك، بتفك كده بكلمتين مع نفسي. طيب ما تتكلم معايا يا ابني، يمكن اقدر اساعدك. على رايك يا دوك، او نتسلى لحد ما نشوف الناس دي هيعملوا فينا ايه. انت عندك فكرة حاتم ممكن يكون فين دلوقتي؟ طبعا يا دوك، ولا اعرف عنه حاجه. انت شاكك فيا يا ابني؟ لا ابدا يا دوك، انا انت فاكر اني ممكن اعمل حاجة تأذي حاتم؟ انا يا ابني ماليش في الدنيا دي غير انت وحاتم. انا عارف اني ما غلفتهوش، بس ربنا العالم ان لو كان رزقني بولد ما كنتش هحبه زي ما بحب حاتم. مش قصدي يعني يا دوك، بس هو يعني اللي بيحصل حوالينا ده كله مش عادي برضه، غصب عنك هتحرص من كل اللي حواليك. فاهم يا ابني فاهم. وعلى فكرة احترمتك جدا بعد الموقف ده، لاني اتأكد انك فعلا بتحب صاحبك وخايف عليه. طب عشان الكلمتين الحلوين دول انا هقربك معايا من هنا، بس لو بلغت عني هتبقى بزعل يا دوك، ماشي؟ انا يا ابني حاسس اني خلاص نهايتي قربت، وعارف اني مش هخرج من هنا. ما تقلقش يا دوك، انا درست المكان كويس وحطيت خطة اصعب من الامتحانات اللي بتحطها. انت كده المفروض بتطمني يعني، وبعيدا يعني عن التيران اللي واقفين بره دول اللي اكيد مش هنعرف نتخلص منهم. انت اصلا تعرف باب الخروج منين؟ كلام في سرك يا دوك؟ اعرف، مش بقولك عامل خطة. شوف يا سيدي، المكان ده مفيهوش غير 6 ابواب، الاوضة اللي احنا قاعدين فيها، والاوضة اللي قدامنا الحيوانات دي بيقعدوا فيها، الاوضة اللي جنبنا انت كنت فيها يا دوك. كده فاضل 3، واحدة منهم لما اخدوني نفخوني فيها، واللي جنبها كانت الحمام. كده مش فاضل غير باب ومفيش غيره، يبقى اكيد هو ده باب الخروج. طب وانت يا ابني هتهرب من اللي بره دول ازاي؟ دي برضو ما فاتتنيش يا دوك. اللي واقفين علينا 2، كل 12 ساعة واحد فيهم بيقف بدل التاني. دي عصابة يا ابني، فاكر ان 2 بس اللي بيبدلوا؟ معلش يعني يا دوك، حضرتك دكتور جامعة مالكش في الاكشن، وانا هفق اصلا، هيحتاجوا اكتر من 2 ليه؟ المهم يا دوك ما تنسينيش الخطة والنبي. بعد نص ساعة تقريبا من دلوقتي هيحصل التغيير ده، وهيجي الشخص اللي بيدخلني الحمام، والحمام بتاعهم مقرف وريحته قذرة. حتى الكنيف يا دوك، حتى الكنيف مخلوع من مكانه، وبضطر اتنيل في اي جردل من اللي جوه. انت تعرف الكبيرة بقى يا دوك، مش حاطين ورقة تواليت، تخيل يا دوك. كفاية يا ابني، عارف كمل الخطة. انا اول ما هروح معاه الحمام وادخل، انت تزعق بعلو صوتك
وتمثل انك تعبان. واكيد يعني هو مش بالغباء ده، ومش هيسيبني في الحمام لوحدي ويجي يشوفك. مش طالبه غباء خالص يا دكتور. اسف يا دكتور. هو مش هيروح، بس اكيد هيلف ويشتمك، وغالبا ده بتاع شفتي يا روح امك. المهم وقتها بقى يا دوك هوريك شويه اكشن بلوز المانجا. هاخد الكنيف القذر المعفن ده واديله بيه على دماغه، واخد منه المفاتيح وافلق، ولا حد هيعرف لي طريق جره. طب وانا يا ابني؟ وانا عمال اقول في حته ناسيها في الخطه. برافو عليك يا دوك. طب ولو الخطة دي ما نفعتش يا ابني؟ تصدق يا دوك الحته دي برضو كنت ناسيها. بس هقول لك على حاجه يا حاج دوك. ايه اللي هيحصل يعني؟ اخرهم هيعلقونا ويشعلقونا، وممكن يقعدوني على الكرسي اللي بيكهرب. اقول لك انا اصلا جدتي نحست. حالة من ايه؟ نتوكل على الله يا دوك. يلا يا دوك، مستعد؟ استنى يا ابني، انا عايز اخش الحمام. اجمد يا دوك. قاعد مستنيني لما اصحى واجي ادخلك الحمام؟ هو مفيش غيري يا روح امك؟ مش قلت لك يا دوك ده بتاع شفت روح امك؟ يبقى كده الخطه ماشيه تمام. ايوه انا بروح امي اللي عايز اخش الحمام عشان ما زروتش الدنيا. تعال يا روح امك اما تشوف اخرتها معاك. خش. الحقوني يا ناس، مش قادر اخد نفسي، قلبي هيقف. الحقوني بموت. الراجل ده ماله فيه؟ اجري يا دوك. تعال خرجني يا ابني. ايه جاي لك، متركز يا سردينة بقى. تعالى يا دوك ما تخافش. هانت يا دوك، خلاص الباب اهو. يلا ياسمين دورك. ياسمين حاف كده؟ طيب، كان معانا النهارده محمد أسامة، عمرو ياسر، هند البهجي، سلمى عليان، مصطفى بدر.